فريق ضعيف ما عنده شيء، كل اللي يسوونه حظ، اليوم معهم بكره. ايوه كده يا وديع، اخيرا فهمت يا وديع. ايوه برضه هاتوا المغرب، 3 غيركم قالوها وركبوا الطياره قبل كده. ما بتحرموش يا جماعه، ما بتحرموش. ايوه كده يا وديع، اخيرا فهمت يا وديع. ايوه برضه هاتوا المغرب، 3 غيركم قالوها وركبوا الطياره قبل كده. ما بتحرموش يا جماعه، ما بتحرموش. سركان بولايا سوداني بالقبلة والناس فان عبيد فارس، غيرهم الكثير، غيرهم الكثير ساهموا في هذا الانجاز. حذري لا 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 لا. يا رب شو عمل لنا، والله لعبوا رجال بس راحت من ايدنا. يا ناس كنا حالمين بالكاس، شوفوهم كيف مبسوطين واحنا. يا الله يا رجال رفعتوا راسنا والله، بس الوجع كبير. يا رب يا رب. المغرب منتخب قوي ولاعبين اقوياء، عملوهم فينا وضحكوا علينا العرب. المغرب قوونا، منتخب عالمي. المغرب منتخب بزاف، ما كنتش استنى نخسروا هكذا، كنا نامن بالفوز بس المغرب كان اقوى اليوم. تعبنا، حلمنا كبير والخساره وجعتنا بزاف، هذه ما راح ننساهاش بسهوله. خساره مؤلمه بس هذه هي كره القدم. صعبه بزاف، ما كنتش استنى نخسروا هكذا، كنا نامن بالفوز بس المغرب. الآن راض عن الخسارة اليوم أمام المغرب. هذا قضاء الله وقدره، بالله على كل حال. الآن راض عن الخسارة اليوم أمام المغرب. مبروك البطولة يا المغرب، صراحة تستاهلون. بالصف الثالث علمتوا على الجميع، بالصف الثالث يا المغرب، الفرحة هذه ما توصف. ألف وألف مبروك يا المغرب يا أخوان. من شاهد المغرب ما شاهد أي شيء، لازم نودع عيالنا عند المغرب يا أخوان. بصف ثالث، بصف ثالث، بصف ثالث واخذ البطولة، بصف ثالث واخذ كاس العرب يا أخوان. ترى الأردن يعتبر منا افضل فريق مرشح باسيا، ويمكن اقوى واحد باسيا، ولكن ايش هذا يا المغرب؟ يا المغرب ايش هذا يا جماعه؟ والله العظيم ما فعل المغرب انجاز تاريخي ولا يمكن اساسا يصير. تخيل ان فريق بالدرجه بالصف الثالث فاز لك على الاردن اللي هو بالصف الاول. يا جماعه الخير المغرب واقطع. مليون 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 مبروك لشعب المغرب الشقيق. ديما مغرب، ديما اسود الاطلس. صراحة دايما بقولها، كعب الفرق الافريقية اعلى من اي كعب فرق اسيوية في العالم.
دايما حاطين ودايما فوق، وده بتلعب بالفريق الثالث لان انت عندك بطوله افريقيا كمان كام يوم، فده انجاز مش اي انجاز يقدروا. وشابوه شابوه للاردن، قدمت بطوله محترمه. حب كبير ليكوا ومبروك، مليون مبروك للمغرب. سلام. خلصت مغربيه بالعزيمه والاصرار وكناحه الكره الافريقيه، خلاص هي خلصت، هي مغربيه، هي مغربيه. هارد لك، هارد لك للمنتخب الاردني، افضل منتخب في البطوله بكل امانه، بكل امانه. يعني مفيش نصيب، مفيش حظ، فمبروك، مليون مبروك للمنتخب المغربي، الشعب المغربي بكل عزيمه وكل اصرار. خلاص هم اصروا عليها، فخلاص البطوله العربيه مغربيه. ارض لك للشعب الاردني والمنتخب الاردني، يعني بطوله عظيمه عظيمه عظيمه، لكن هي كتبت للمغرب خلاص. مليون مبروك للمنتخب المغربي والشعب المغربي. رسميا المغرب بطل العرب والكل مجتهد النصيب فيستحق. ارضي لك للمنتخب الاردني، وكان نهائي تاريخي وللتاريخ، وبطالب ان احنا كل نهائيات نشوفها في استاد لوسيل في قطر. لا حمد الله ده ليه فيديو لوحده، وده ما ينفعش ان انا اقول اسمه كده في النص وخلاص، بس هو رجل المباراه يعني، ده في سر بينه وبين ربنا ما حدش يعرفه. وعايز اقول لك ان مش بس المغرب بتطلع لعيبه، ده كمان بتطلع مدربين ما شاء الله. قلت ما شاء الله، تاريخي يا ابني والله. البطولة العربية رسميا مغربية، نهائي عربي تاريخي بين المنتخب المغربي بيفوز بثلاثية على المنتخب الأردني. كلمة السر للمنتخب المغربي، حمد الله بيجي من على الدكة. المنتخب المغربي خسران 2-1 ولكنه يعود بريمونتادا ب3-2 ويسجل هدف. سيناريوهات كرة القدم حرفيا قاسية جدا ولكنها في نفس الوقت مفرحة جدا جدا جدا. وهارد لك للمنتخب الأردني، المنتخب الأسطوري الغير عادي، من هدف عالمي ملغي لأبو طه إلى هدف لعبد الرزاق حمد الله. هارد لك للمنتخب الأردني ومليون مبروك للمنتخب المغربي. رسميا البطوله مغربيه، حمد الله هو البديل الذهبي في البطوله كلها. لحد دلوقتي مش مقتنع ان حمد الله هو اللي جاب جونين المكسب للمغرب، مستحرم ان الكره دي مش جون. الراجل ده حارس المغرب ظهره اتقطم من الكوره، كلنا لازم نرفع القبعه للراجل ده. ماتش ما فيهوش غلطه من اول دقيقه لاخر دقيقه، حتى المنتخبين 22 لعيب بالبودله بتوعهم حد يطلع لي فيهم غلطه واحده. بس كل دينا احنا كمان دعوه كده، ربنا ينفخ في صورتنا ونكسب اي ماتش من اللي جايين. ألف مليون تريليون للمغرب حبايبنا، وهارد لكم يا نشامة. ألف مبروك للصوت عبد الرزاق حمد الله وجمهور المغرب، تستاهلون يا أسود الأطلس. مليون تريليون ألف مبروك، ومبروك لأصدقائي المغاربة وأصدقائي الأردنيين يا نشامة. هارد لكم حبايبي ومعوضين خير. المغرب بطلا للبطولة العربية، يستاهل أسود الأطلس، وشكرا لله ثم لعبد الرزاق حمد الله حبيبنا الصوت. مدربنا الكبير المغربي. اليوم المنتخب المغرب مو جاي يلعب بالمنتخب الثالث، هذا منتخب عادي. الآن تراض عن الخسارة اليوم أمام المغرب. هذا قضاء الله وقدره، بالله على كل حال. أنا بزاف ما كنتش استنى نخسروا هكذا، كنا نآمن بالفوز، بصح المغرب كان أقوى اليوم. تعبنا، حلمنا كبير، والخسارة وجعتنا بزاف، هذه ما راح ننساهاش بسهولة. خسارة مؤلمة بس هذه هي كرة القدم. أنا بزاف ما كنتش استنى نخسروا هكذا، كنا نآمن بالفوز، بصح المغرب. يا رب شو عملنا، والله لعبوا رجال بس راحت من ايدنا. يا ناس كنا حالمين بالكاس، شوفوهم كيف مبسوطين واحنا. يا الله يا رجال رفعتوا راسنا والله، بس الوجع كبير.